كتاب دمياط. في مدينة طنجة في حي الزياتين القديم، كان مراد الشرقاوي باحثاً في التاريخ والتراث. كان يفتش في كل مكان عن الكتب النادرة حتى وصل إلى سوق العتيقة. هناك لقى بائع عجوز كيبيع كتب مهترئة. بينها لقى كتاب أسود ثقيل غلافه من جلد خشن، مكتوب عليه بخط ذهبي بالي: كتاب دمياط. تحت العنوان جملة واحدة مكتوبة بدم جاف: من قرأ الصفحة 13 سيرى ما لا ينبغي أن يرى. اشتراه مراد بثمن بخس ورجع للدار. في الليلة الأولى فتح الكتاب، الصفحات كانت تتحرك لوحدها. قرأ أول تعويضة بصوت خفيف، فجأة انطفأت الشمعة ودخلت ريحة بحر قوية ممزوجة برائحة دم وعفن. من الليلة الثالثة بدأ يرى أشياء لا يراها أحد. يران الجن يجلسون على كتف الجيران، يران أرواح الموتى تتجول في السوق وتبتسم له، يرى نفسه في المرآة لكن عينيه في المرآة لا تتحرك بنفس توقيته. في الليلة 13 فتح الكتاب على الصفحة 13. الصفحة كانت فارغة، غير في الوسط كان مكتوب بخط أحمر يقطر: أنا شفتك. مراد حاول يغلق الكتاب لكن يديه جمدتا. الغرفة تحولت، حس بريحة البحر والأرض تحت رجليه صارت لمل. سمع صوت أمواج وصوت صفير ريح. لما فتح عينيه كان واقف على شاطئ دمياط القديمة، السماء حمراء كالدم والمدينة محروقة جزئيا. قدامه كان واقف راجل طويل، وجهه مغطى بقماش أسود. مد الراجل يده، رفع القماش شوية وبان وجه مراد نفسه، لكن أقدم بمئات السنين، مليان ندوب ودم جاف. قال له بصوت هادئ مرعب: أنا كنت أول واحد قرأ الكتاب، وإنت غادي تكون الآخر. مراد حاول يرجع لكن الرمل كان كيجري تحت رجليه كأنه رمال متحركة. الراجل اللي كان مراد ابتسم وقال: كتاب دمياط ما كانش كتاب، كان باب، وإنت فتحته. في الصباح لقى الجيران باب دار مراد مفتوح. دخلوا لقوا الكتاب مفتوح على الأرض والصفحة 13 فارغة تماما. أما مراد ملقوه، غير لقوا على الطاولة كومة رمل بحر رطبة وريحة ملح ودم قوية تملأ الدار. ومن داخل الكتاب طلع صوت همس خفيف واضح كأنه يتحدث مباشرة لكل واحد في الغرفة: تعالوا. الصفحة التالية فارغة، من يريد أن يكتب اسمه في دمياط. لكن الأمر الأكثر رعباً كان إن الجيران سمعوا صوت مراد يضحك من داخل الكتاب، ضحكة طويلة مبحوحة مليئة بالجنون والألم. ثم سكت الصوت فجأة، والكتاب أغلق لوحده ببطء كأنه يد غير مرئية كتغلقه. ومن ذاك اليوم كل شخص يقرأ اسم كتاب دمياط كي يسمع صوت مراد يهمس له من بعيد: تعال، أنا بانتظارك هنا في دمياط. وثم سكت الصوت فجأة، والكتاب أغلق لوحده ببطء كأنه يد غير مرئية كتغلقه. ومن ذاك اليوم كل شخص يقرأ اسم كتاب دمياط كي يسمع صوت مراد يهمس له من بعيد: تعال، أنا بانتظارك هنا في دمياط. فالليلة 13 بعد منتصف الليل بقليل فتح مراد الكتاب على الصفحة 13. الصفحة كانت فارغة تماماً، غير في الوسط كان مكتوب بخط أحمر رفيع يقطر كأنه دم طازج: أنا شفتك. مراد حاول يغلق الكتاب بسرعة لكن يديه اشتمدتا في مكانهما. أصابعه كانت ملتصقة بالغلاف كأن الجلد صار لحما حيا. فجأة الغرفة تحولت، الجدران اختفت والأرض تحت رجليه صارت رمل رطب بارد. ريحة البحر القوية ضربت وجهه، ممزوجة برائحة دم عفن ولحم محروق. سمع صوت أمواج عنيفة وصوت صفير ريح يشبه صرخة إنسان. لما فتح عينيه كان واقف على شاطئ دمياط القديمة في سنة 1250 ميلادي. السماء كانت حمراء كالدم المسكوب، والمدينة محترقة جزئياً، والنار كتشتعل في البيوت. الأمواج كانت تجيب جثث متفسخة وترميها على الشاطئ. قدام مراد على بعد خطوتين فقط كان واقف الراجل الطويل. هذه المرة رفع القماش الأسود ببطء. بان وجه مراد نفسه لكن أقدم بمئات السنين. الوجه كان مليان ندوب عميقة، العيون فارغة وميتة، والفم مفتوح على وسعه كأنه كيصرخ منذ قرون بدون أن يخرج صوت. المراد القديم نظر إليه مباشرة وابتسم ابتسامة بطيئة مرعبة تبان فيها أسنان مكسورة ملطخة بدم جاف. قال بصوت هادئ كأنه يجي من داخل رأس مراد: أنا كنت أول واحد فتح الكتاب،
قرأت الصفحة 13 فأصبحت جزءاً منه. مد يده ببطء ووضعها على صدر مراد. أصابعه دخلت شوية داخل الجلد بدون ما تخترقه، كأنها تدخل في الروح مباشرة. مراد حس بألم حارق داخل قلبه، كأن شيء يتقطع منه. المراد القديم همس بصوت يقطر ألم وانتصار. كل صفحة قرأتيها كانت قطعة من روحك. دابة، أنت داخل الكتاب والكتاب داخلك. فجأة مراد شاف كل شيء بوضوح مرعب. شاف نفسه في الماضي كي يفتح الكتاب لأول مرة. شاف نفسه في المستقبل كي يجلس في نفس المكان، عينيه فارغتين، وكي يبتسم بنفس الابتسامة الميتة. شاف أنه لن يخرج أبداً من هذا الشاطئ، لأنه أصبح جزء من الكتاب. المراد القديم ضغط يده أكثر داخل صدره وقال بصوت يرتجف الشاطئ كله: مرحباً بك في دمياط. هنا الزمن ما يتحركش. هنا أنت غادي تبقى تصرخ إلى الأبد، بينما الناس في عالمك كيقروا اسمك في الكتاب. مراد حاول يصرخ، لكن صوته طلع من فم الراجل القديم. ثم كل شيء اختفى. في الصباح لقى الجيران باب دار مراد مفتوح. دخلوا، لقوا كتاب دمياط مفتوح على الطاولة، والصفحة 13 ليست فارغة بعد الآن. في وسطها كان مكتوب بخط يد مراد: أنا هنا في دمياط، تعالوا، الصفحة التالية تنتظر اسمك. ومن بين صفحات الكتاب خرج صوت همس خفيف مبحوح مليء بالألم والجنون: أنا شفتك، دابة، دورك.